دول محمد وإرس، واعتقد معظمكم عارفينهم، ولو مصادفش انكم شفتوهم قبل كده فدول كابل اتشهروا على السوشيال ميديا بسبب قصة حبهم اللي اتحدت كل الظروف، بس ما كملتش على خير. اصل إرس اكبر من محمد يجي كده ب45 سنة، اللهم لا حسد يعني. ولانها حكاية غريبة فكان لازم ليها قعدة لطيفة ظريفة مع يارا صاحبتي والشلة الكريمة، وفعلا قعدنا مع بعض وجبنا لكم الحكاية من طقطق لسلام عليكم عشان اقدم لكم الموضوع مقشر كده. بص يا سيدي، إرس اتعرفت على محمد من خلال الفيسبوك. محمد كان بيتناقش عن موضوع الإلحاد وإرس أعجبت برأيه وكلامه، وبعد أسبوعين من الصداقة الأونلاين محمد اعترف بحبه لإرس، وطبعا إرس اتبسطت، شاب صغير وحليوة ومن مصر وقع في حبها فجات لي مصر مخصوص. ولأن الحب كان مولع في الذرة، محمد لما عرف إن إرس جاية مصر عشانه ساب شغل وراح ليه، ومهموش إنه يتفصل من الشغل عشانها. إرس شافت إن محمد راجل مصري أصيل جدع فاستأمنته على نفسها ووافقت تتجوزه. ما هي شافت الحياة وردية على إيده. إرس قالت إن محمد بيحبها لشخصها وإن مش همه فلوسها ولا باسبورها. بس قصة الحب الوردية دي ما خلصتش بجملة عاشوا بسعادة أبدية، لأن إرس أعلنت طلاقها من محمد، ولما اتسألت عن السبب اشتكت من فرق السن بينهم واختلاف ثقافتهم. شكل محمد كده كان بيغير عليها حبتين، مع حق، مش مراته برضه يبقى لازم يحافظ على لحمه، ولا حد عنده اعتراض؟ ده كله إرس استحملته عادي، أصلها كانت مبسوطة لما حست إنه بيغير عليها. وإحنا عارفين حركات البنات دي بقى، تقول لها مالك تقول مفيش، تقول لها مبسوطة تقول لك لأ، وهي جواها بتتنطط من الفرحة. ده كله كان كوم، وكلام محمد بالعربي مع صحابه الكتير كان كوم تاني بالنسبة لها. شكلها كده كانت عايزة تمحي هويته، بس على مين؟ ده احنا ولاد بلد قوي يعني. وبصراحة أنا مش عارفة إيه اللي مضايقها كده، ما انتي واخدة من مصر وعارفة إنه مصري وابن مصري، ولا هو أي كلام وخلاص؟ الواحد حقيقي مش عارف يقول إيه بعد ما خدت الولد لحم ورمته عض. بس تستاهل يا محمد، نفسي أفهم بنات بلدك قصروا معاك في إيه عشان تبص بره، بس هي عقدة الخواجة اللي بتعمل فينا كده. وادي جربت يا محمد، والتجربة خير دليل. وزي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين قدام كابلز حبوا بعض من أول دقيقة، لكنهم في الآخر قرروا يتبعوا استراتيجية لم ينجح أحد.